ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حافظ على قناه حياتك احلى من محمد. معلش الفتره اللي فاتت كنت مشغوله عنكم، بس انا كنت بصور فيديوهات على طول، وكنت مستنيه لما افضى عشان انزل لكم فيديوهات. دي عزومه والدتي في تاريخ 5 رمضان يوم الجمعه اللي فاتت. دي صينيه فراخ مشويه في الفرن بالفريك، وده بفتيك. تمام. ودي سلطه خضراء انا اللي عاملاها. ودي صينيه جلاش باللحمه المفرومه، والدتي هي اللي عاملاها. ان شاء الله هبقى انزل طريقه صينيه الجلاش باللحمه المفرومه، وطريقه البفتيك، وطريقه الفراخ المشويه في الفرن بالفريك ان شاء الله قريب على القناه. ده الفطار بقى اللي انا فطرته عند والدتي: عصير فراوله وموز ورز بالشعريه، تمام انا اللي عاملاه، وبسله بالجزر بالبطاطس، وسلطه خضراء انا اللي عاملاها، والفراخ بالفريك المشويه في الفرن بالفريك، والبفتيك، والجلاش باللحمه المفرومه والدتي هي اللي عاملاها. ده الفطار يا جماعه اللي انا فطرته عند والدتي. انا قلت اصوره لكم. انا عملت معاكم قبل كده طريقه عمل رز بالشعريه تبع الفيديو على القناه، وعملت معاكم قبل كده طريقه عمل البسله بالجزر تبع الفيديو على القناه. بس البسله بالجزر بالبطاطس دي طريقه مختلفه، ان شاء الله هنزل لكم الفيديو قريب على القناه. طريقه مختلفه عن اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو. وكنت عامل معاكم قبل كده طريقه عمل سلطه خضراء تبع الفيديو على القناه. وان شاء الله الحاجات اللي والدتي عاملاها ان شاء الله هبقى انزل طريقتها قريب على القناه. ده الفطار يا جماعه اللي انا فطرته عند والدتي زي ما انتم شايفين كده. اتفضلوا بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم ان اليوم ما وقفش عند الفطار بس، لا. عايزه اقول لكم ان اختي بقى كانت عامله حاجات حلوه قوي. كانت عامله صينيه كنافه بالكريمه، جميله جميله جميله. اهي دي صينيه الكنافه بالكريمه اللي اختي كانت عاملاها. عايزه اقول لكم طعمها روعه روعه روعه. وعايزه اقول لكم ان اختي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني بصوا استاذه. استاذه في الحلويات، احلى شيف حلويات تاكلوا من تحت ايديها. بصوا بقى ايه حلويات مفيش بعدها. قلت اصورها لكم. اهو ده شكلها بعد ما قطعت منها جزء زي ما شايفين كده، مع بقى كوبايه شاي بالنعناع. اتفضلوا بقى الف هنا وشفا. مكتوب عليها رمضان كريم عشان تحسسنا باجواء رمضان. انا قلت اصور لكم بقى الايه الكوبايه. بصوا مكتوب عليها رمضان كريم اهو، ومع بقى ايه قطعه كنافه بالكريمه. اتفضلوا بقى الف هنا وشفا. وده كان يوم النهارده لما كنت معزومه عند والدتي. قلت بقى اشارككم اللحظات السعيده واصور لكم اليوم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.